فيلمنا بيبدأ في أفغانستان، وبنشوف مجموعة من عربيات الجيش ماشية في الصحراء عشان تنقذ قافلة عطلانة على الطريق، وبنشوف الملازم بيشتكي بعصبية من تضييع الوقت، بس بنلاحظ إنه بيستفز أخوه الجندي اللي معاه في نفس الفرقة. وأثناء ما الملازم بيصلح العربية، أخوه بيحاول يقنعه إن مكانهم الحقيقي في الخطوط الأمامية، وإنهم لازم ينضموا لقوات الصاعقة. وفي اللحظة دي بنشوف الملازم مش مهتم، بس أخوه بيفكروا بوعدهم إنهم يحاربوا سوا دايما عشان يغير رأيه. وفجأة بيظهر صاروخ بيضرب عربية ويفجرها، وبنشوف القوات كلها بترجع لورا. وفي ثواني بنلاحظ هجوم من المتمردين بيضربوا نار على القافلة، والجنود بيجروا يمسكوا أسلحتهم ويردوا الهجوم. العربيات بتفضل تتفجر ورا بعض، والملازم بيجري عشان يستخبى، بس انفجار بيطيره وبيفقد الوعي. بيفتح عينه وبألم شديد بيطلع حتة حديد دخلت في رجله، ولما بيبص حواليه بيكتشف إنه الجندي الوحيد اللي عاش من الهجوم ده كله. وبيزحف لحد جثة أخوه وبينهار من العياط قدام المشهد ده. وبعد مرور سنتين بنشوف الملازم بيصحى مفزوع في أتوبيس بعد ما حلم بنفس الكابوس تاني، وبنلاحظ إنه لابس دعامة على رجله المصابة وبياخد أدوية مضادة للاكتئاب. وبينزل في معسكر تدريب قوات الصاعقة في كولورادو، وبينضم لبرنامج التقييم والاختيار. وفي قاعة الاستقبال بنشوف المتدربين بيسلموا أي متعلقات شخصية وبيحطوا أوراقهم ورتبهم جوه شنطة، وهنا بيتم إعطاء كل متدرب رقم. وبنشوف الملازم بياخد رقم 81 وبيرفض منصب قائد الفريق رغم إن سجله يسمح له بكده. وبعدها بيظهر الرقيب توريس وبيديهم خطبة عن اللي هيشوفوه في التدريب، وبنعرف إن التدريب هيستمر 8 أسابيع وهيكون قاسي جدا عشان يختبر قوتهم العاطفية والبدنية والعقلية، وإن اللي هيوصل للمرحلة الأخيرة هيدخل مهمة محاكاة لمدة 24 ساعة اسمها مسيرة الموت، وهي عبور خط النهاية. وبنكتشف إن دي الطريقة الوحيدة عشان يبقوا من قوات الصاعقة. وبتبدأ التدريبات باختبارات اللياقة والسرعة الكلاسيكية، وبنشوف المدربين بيرشوا عليهم مية عشان يحاكوا ظروف المطر. وبنشوف الجولة التانية من التمارين بقت أصعب وبقت بالليل تحت المطر، وكمان تدريبات كتم النفس تحت المية لفترات طويلة. ومع مرور الأيام بنشوف متدربين أكتر بيتم طردهم، وبعد 4 أسابيع التدريب بيتنقل لغابة مفتوحة والجنود بيتكلموا ويتعرفوا على بعض، لكن 81 بيجري لوحده وسابق الكل. ولما باقي الفريق بيوصل بنشوفه راجع من الجري، فبيسخروا منه لكنه بيتجاهلهم تماما. وفي وقت الأكل بيبقى 81 برضه قاعد بياكل لوحده. وفي تمارين تسلق الحبل فوق النهر والقتال المتلاحم 81 بيتفوق على كل الموجودين وبيثبت إنه الأفضل. وفي يوم بيظهر توريس وبيسأل المتدربين مين عنده خبرة ميدانية، وبنشوف عدد قليل بيرفع ايده. ولما بيجي الدور على 81 بنلاحظ ان الجو بيبقى متوتر لان اغلبهم عارف اللي حصل للقافلة بتاعته. وبعد يوم من التدريب على الرماية بنشوف الفريق بيتجمع على العشاء، واللي عارفين قصة 81 بيبدأوا يحكوها للباقيين. وبنعرف من كلامهم ان 81 شال اخوه ومشي بيه 10 اميال لحد القاعدة واخد النجمة الفضية على شجاعته. ولما بيحاولوا يسألوا 81 عن القصة بنشوف المدربين بيعاقبوهم على النميمة بتمارين قاسية. ونشرة الأخبار بتتكلم عن رصد وكالة ناسا لكويكب هيقرب من الأرض قريب. ومع مرور الأيام التمارين بتبقى أصعب وناس أكتر بتطرد، وبنشوف 81 دايما بيستنى الكل ينام عشان ياخد الدواء بتاعه في السر، لحد ما في ليلة بنشوف زميله رقم 7 بيلمحه. وتاني يوم في وقت الراحة بيظهر 7 وهو بيخمن معنى وشم من وشوم 81 بس ما بيقولش عارف ازاي، وبيسيبه في حيرة. وبعدها بنشوف تدريبات محاكاة لمهام الإنقاذ تحت ضرب النار، ورغم ان الانفجارات مزيفة لكنها بترجع ل 81 كوابيس الحادثة القديمة. وفي تمرين تحت المية 81 بيضغط على نفسه عشان يفضل يتحرك، وهو بيفتكر فشله في إنقاذ أخوه عشان ما يبقاش بطيء تاني أبدا، بس ده بيخليه يفضل تحت المية كتير لحد ما بيغرق، وزمايله بيسحبوه وبيعملوا له إنعاش. وبعدها بنشوف 81 مستني بره مكتب القادة وبيتفرج على الأخبار اللي بتعلن ان الكويكب بدأ يتقسم لأجزاء، والخبراء بيقولوا ان ده ممكن يكون مجموعة من الأجسام الفضائية الصغيرة. وفي اللحظة دي جوه المكتب بنشوف توريس وشيريدن بينصحوا 81 ينسحب لأنهم قلقانين على حالته النفسية، لأنه ما بيتكلمش مع حد وما عالجش نفسه بعد الحادثة، وبيعتبروه أفضل مرشح، عشان كده عايزينه ينسحب بكرامته بدل ما يطردوه. لكن بنشوف 81 بيتعصب في الأول وبعدين بيرفض طلبهم بأدب وبيسيب المكتب. ولما بيتم طرد المتدربين الضعاف بنشوف 81 فاكر إنه هيطرد معاهم، لكن بيتفاجئ إنه من القليلين اللي نجحوا وعدوا الكورس بنجاح. وهنا بيتم إعلان إنه قدامهم 30 دقيقة
عشان يجهزوا للاختبار الأخير، وبنشوف الفريق بيحتفل بنجاح، بس 81 بيفضل هادي وثابت. وفي الهانجر بيظهر توريس وبيعرض لهم خريطة وبيشرح تفاصيل مسيرة الموت. الخطة هي إن طيارة سرية وقعت في منطقة العدو، ومهمتهم يخترقوا المنطقة ويدمروا الطيارة عشان ما تقعش في إيد حد، وبعدين يلاقوا قرية المتمردين عشان ينقذوا الطيار. وهنا الكل بيتفاجئ لما بيتم تعيين 81 قائد للفريق، وبنشوف المتدربين بيركبوا الطيارات الهليكوبتر اللي بتتحرك بيهم بسرعة، وبيظهر مدرب بيقول لهم إن ده محجر خاص ولو وصلوا هناك يبقوا بعدوا جدا عن مسارهم. وأخيرا الفريق بينزل وبنشوفهم بيستخبوا بسرعة في الغابة، ولأن 81 ما بيعرفش يدي خطب بنشوف 7 بيتدخل ويقول كام كلمة تحفيزية للفريق، وبنشوف المجموعة بتمشي طول اليوم وما بيوقفوش غير بالليل للراحة. وأثناء الحراسة بيحاول 7 يشارك تفاصيل شخصية مع 81، بس 81 مش عايز يسمع. وبعد دقايق بيظهر جسم منور بيقع قريب منهم وبيعمل زلزال في المكان كله، وبعد الصدمة الفريق بيفتكر إن ده ضرب مدفعية وإنهم بيتعاقبوا عشان ارتاحوا. وهنا 81 بيقرر إن ده وقت التحرك. وتاني يوم الصبح بنشوف الفريق بيلمح طيارة الناحية التانية من المجرى المائي، وبنلاحظ إن موديلها مش طبيعي، فبيفتكروا إن المدربين صارفين ومكلفين في المؤثرات الخاصة. و81 بيبدأ يحط الخطة، بس في جندي بيقطعه ويقول له إن دي مش إحداثيات الطيارة اللي المفروض يلاقوها. وبنلاحظ كمان إنه بيقول إن البوصلة بتاعته عطلانة، ولما الباقيين بيفحصوا بوصلاتهم بيكتشفوا إنها كلها بايظة. وهنا بيظهر جندي رقم 111 وبيقول إن مفيش إشارة في أجهزة الاتصال كمان، وإنه لاقط تشويش غريب. وباعتبار إن ده كله جزء من الاختبار بنشوف الفريق بيتقسم عشان ينفذ الخطة. وبعد ما بنشوف أسراب طيور بتهرب بخوف، 81 بيشوف نور غريب من بعيد وبيروح ناحية النور، في حين إن 3 جنود بيبدأوا يركبوا المتفجرات على السفينة. ولما 81 بيوصل لمصدر النور بيتصدم لما بيشوف انعكاس الشمس على الطيارة الحقيقية بتاعة المهم، وبنشوفه بيجري بسرعة يرجع لفريقه. وفي اللحظة دي المتفجرات بتضرب، بس بنلاحظ إنها ما عملتش أي ضرر في الطيارة الغريبة. وفجأة الطيارة بتبدأ تنور وتتحول لآلي عملاق واقف على رجليه، وبنشوف الآلي ده بيستخدم ليزر أزرق يمسح بيه المكان، وليزر أحمر يمسح بيه الفريق. وبعدها بيطلع سلاح وبيبدأ يضرب نار، والجنود بيجروا يستخبوا في كل حتة. وللأسف بنشوف كذا جندي بيقع ويفقد حياته، والآلي بيبدأ يهاجم الجنود في الأماكن اللي مستخبين فيها وبيقتل عدد أكبر. ولما جندية رقم 44 بتكون على وشك تنضرب، 81 بينط عليها وبينقذها وبيؤمر الكل بالهروب. وأثناء ما الفريق بيجري في الغابة الآلي بيفضل يضرب عليهم نار من عند المجرى المائي، وبنشوفه بيوقع الشجر وبيقتل كذا راجل تاني. وفي النهاية بنشوف الفريق محاصر على حافة جبل، والآلي بيرمي عليهم قنبلة، والقنبلة بتنفجر في وشهم وبتطيرهم من على الجبل. وبنشوفهم بيتصابوا إصابات خطيرة وهم بيخبطوا في الشجر والصخر، وفجندي بيقع على فرع شجرة وبيخترق صدره، وجندي تاني عموده الفقري بيتكسر على صخرة. ولما 81 بيقع بنشوفه بيفتكر خسارته للقافلة القديمة، والصورة بتتداخل في دماغه مع شكل فريقه المصاب دلوقتي لحد ما بيفوق. وهنا بنشوف 81 بيمسك صوابعه المكسورة ويرجعها مكانها، وبعدين بنشوفه بيكتم بق جندي رقم 109 اللي بيصرخ عشان ما يكشفش مكانهم، وبيتعاونوا مع بعض عشان ينزلوا الجندي المطعون من على الشجرة. و81 بيسيب 109 يضغط على الجرح وبيروح يطمن على رجل 7 المصابة. الكل بيكون في حالة ذهول من اللي حصل، وبيدركوا انهم محتاجين جهاز اللاسلكي اللي كان مع 111 واللي مش موجود معاهم اصلا. وبينما الجنود بيساعدوا بعض في ربط الجروح، 81 بيخرج يدور على 111، وبعد ما بيشوف جثث كتير بيلاقيه اخيرا، بس للأسف بيلاقيه ميت واللاسلكي متدمر تماما. وفي نفس اللحظة دي بنلمح جندي بيزحف وبيهرب، والآلي بيمشي وراه لحد ما بيقتله بالليزر. وهنا 81 بيرجع لفريقه، وبنكتشف انهم فشلوا في انقاذ الجندي المطعون. وبنشوف الجنود عايزين دقيقة يحزنوا فيها، بس 81 بيقول لهم ان الآلي جاي وبيرغمهم يتحركوا، وبيرموا حبال من على حافة الجبل التاني وبينزلوا عليها بسرعة. وبنلاحظ ان 81 بيستنى تحت لحد ما آخر جندي بينزل 7 بالراحة،
وفي اللحظة دي بيشوف البوصلة بتاعته بتلف بجنون، وده معناه إن الآلي قريب. وفجأة بيظهر الآلي فوق الجبل وبيضرب نار، وده بيخلي 7 يقع على الأرض وبيقتل الجندي اللي فوق اللي جثته بتتقطع وتقع جنبهم. وبنشوف الفريق بيلزق في حيطة الجبل على قد ما يقدر، والآلي بيمسح المكان، لكن للأسف الليزر بيلقط رجل واحد فيهم. وبنشوف ال6 جنود اللي باقيين بيضطروا يجروا تاني، وهنا بنشوفهم شايلين 7، واللي بيصرخ لما بيلمح متفجرات جاية عليهم من الآلي. وبنشوف الفريق بيجري بأقصى سرعة وسط المتفجرات اللي بتضرب حواليهم، وبيقعوا ويقوموا كذا مرة، لكن ما بيهبطوش وبيفضلوا يتحركوا لحد ما بيقدروا يخرجوا من الغابة ويهربوا من الآلي. وفي أرض عشبية مفتوحة بنشوفهم أخيرا بيقفوا ويرتاحوا، وبيبدأ الفريق يتناقش في إيه اللي بيحصل. و81 بيحاول يربط جرح 7 بس بيتجمد مكانه لما بيشوف الدم، و7 بيهديه بكلام مريح وبيخليه يركز تاني ويفوق من صدمته. وللأسف بنكتشف إن الأدوية وقعت منهم في الهجوم، ف81 بيضطر يرد العظمة المكسورة من غير بنج، و7 بيفقد الوعي من الألم. وبعدها 81 بيقول للفريق إنه شاف هدفهم الحقيقي، وإنه ما كانش الآلي خالص، وبيفهمهم إنهم اتورطوا في حاجة بره سيطرتهم بالصدفة، وإن الحل الوحيد هو الوصول للقرية. وهنا 15 بيعترض وبيقول إن المشي في أرض مفتوحة فكرة غبية، بس 81 بيفهموا إن مفيش حل تاني قدامهم. وبعد ما بنشوفهم بيرموا أي وزن ملوش لازمة بيكملوا طريقهم وهم شايلين 7 على نقالة لحد ما بيوصلوا لنهر طياره قوي جدا. و81 بيقرر يعمل حبل انزلاق، وبيربط حبل في وسطه وبينط في المية، بس الطيار بيبدأ يسحبه، وفي لحظة 44 بتفقده من عينيها، بس 81 ما استسلمش وفضل يعوم لحد ما وصل للضفة التانية. وبعد ما 81 بيثبت الحبل بنشوف 15 بيبدأ يعبر ويسحب النقالة بتاعت 7 معاه، بس النقالة بتعلق في عقدة في الحبل، و15 بيضطر يرجع عشان يسلكها. وفي وسط المعافرة دي عقدة من عقد النقالة بتتفك وبتفضل متعلقة من ناحية واحدة بس. وهنا 81 و44 بيقرروا يتسلقوا الحبل من الناحيتين عشان يعملوا توازن، وبيمسكوا 15 عشان يساعدوه يرفع النقالة. ولأن الكل مشغول ما بيلاحظوش إن البوصلة رجعت تخرف تاني، وفي ثواني بيظهر الآلي وبيمسح المكان وبيبدأ يضرب نار، والفريق كله بيقع في المية، والطيار بيجري في الكل ما عدا 81 اللي رجله بتتعلق في الحبل. وهنا الآلي بينزل في المية وبيجهز عشان يضرب 81، بس 81 بيقطع الحبل بسكنته وبيهرب في آخر لحظة. وكل ما الآلي بيضرب نار 81 بيغطس تحت المية عشان يحمي نفسه، وبنلمح 7 بيعوم بعيد على النقالة، ف81 بيعوم ناحيته عشان يمسكه، بس الطيار بيكون أقوى منهم وبياخد الكل ويوقعهم من فوق شلال عالي. و81 بيعافر عشان يمسك 7 تاني، وبعدها بيفقد الوعي. وبعد دقايق الفريق بيفوق على الشط، وبنكتشف إن رقم 60 هو اللي أنقذهم، وبيقول لهم إنه طار في المية وقت أول هجوم للآلي، وإنه كان فاكر الكل مات لحد ما لمحهم بيقعوا من الشلال. ولما 81 بيلمح جثة تانية في المية بيؤمر الفريق إنهم لازم يكملوا طريقهم. وبعد ساعات من المشي وسط التلال والغابات 81 بيوقف الفريق لما بيكتشف فخ. الفخ عبارة عن حبل مربوط في الشجر بمسدس إشارة، وده معناه إن المدربين هم اللي حاطينه للمهمة الأصلية. وبنشوفهم بيتفادوا الفخ وبيكملوا مشي لحد ما بيوصلوا للقرية، بس بيتصدموا لما بيلاقوها متدمرة تماما بسبب الآلي. وبنلاحظ إن هوائي الاتصالات مكسور، وده بيفسر انقطاع الإشارة. وهنا 81 بيتتبع مسار الدمار وبيبص على الجبل فبيلمح دخان أسود، والفريق بيدرك إن الآلي ده نزل مع الكويكب المتفجر وإنه من الكائنات فضائية. وبيسمعوا صوت، ولما بيرفعوا الأنقاض بيلاقوا رقيب جسمه كله محروق، وبيبصلهم بصة أخيرة وبعدين بيموت. وهنا بيلمحوا دبابة قريبة، ف81 بيقرر يصلحها عشان يهربوا بيها بسرعة، بس 15 بيقول له إنهم محتاجين دقيقة يستوعبوا، وبيشتكي من برود 81 وعدم إحساسه، وده بيخلي 81 ينفجر فيه. و81 بيمسك 15 من هدومه وبيحكي له إن يوم الحادثة ما قدرش يرجع للقاعدة، وصحي في المستشفى لقى أخوه محطوط في تابوت على طيارة، وإن الدكاترة قالوا له إنه أغمى عليه على بعد 100 ياردة من المعسكر، يعني أخوه مات لأن 81 ما قدرش يستحمل شوية كمان. وبيقول له إن الميدالية دي بتفكره بأسوأ يوم في حياته. وهنا 81 بيأكد إنه مقدر مشاعرهم، بس الموضوع ما بقاش يخصهم لوحدهم، ولازم يرجعوا القاعدة عشان يحذروا العالم من الخطر الفضائي.
الفضائي ده، وبنشوف 15 مصدوم وباقي الفريق متحمسين من كلام 81 وبيجروا عشان ينفذوا الخطة. ولأن الدبابة مش راضية تدور، 15 بيقرر يتدخل وبيستخدم خبرته في الميكانيكا وبيشغلها، والفريق بيستخدم حبل عشان يجروا الدبابة من وسط الأنقاض، ومع الهزة بيتفتح درج فيه أكل، وبنشوف 44 بتوزعوا عليهم فوراً. وفي اللحظة دي بتنور إشارة في السماء، والفريق بيفهم إن الآلي داس على الفخ بتاعهم، وبنشوف الكل بيجري يركب الدبابة ما عدا 15 اللي بيرجع يجيب ذخيرة، وبيظهر الآلي وبيضرب عليه نار وبيقتله في نفس اللحظة اللي بيرمي فيها الذخيرة جوه الدبابة. و44 بتسوق الدبابة جوه الغابة، والرجالة بيستخدموا الذخيرة ويضربوا على الآلي، بس واضح إن أسلحة البشر ما بتأثرش فيه، وضرب الآلي بيفضل يخبط في الدبابة، ف44 بتدوس بنزين بأقصى سرعة. ولما حتة من الدبابة بتولع، الفريق بيطفيها بطفاية حريق بسرعة، بس واضح إن الدروع مش هتستحمل كتير. وهنا الفريق بيتفاجئ إن الآلي بطل يمشي وراهم، بس بنكتشف إنه واقف عشان يضرب عليهم متفجرات أكتر، والقنابل بتنفجر حوالين الدبابة وبتطوحهم يمين وشمال وبيخبطوا في الحيطان. بس 44 ما بتوقفش سواقة أبداً، ولما الآلي بيضرب قنابل يدوية كتير بيحصل انفجار ضخم بيوقع الدبابة من على التل، وبنشوف الدبابة بتدغدغ كل الشجر اللي في طريقها لحد ما بتخرج من الغابة، والفريق ما بيشوفش الآلي وراهم تاني. بس للأسف بنكتشف إن الآلي بقى فوقيهم وبينط من على الجبل وبينزل قدام الدبابة عشان يضرب ليزر قوي، وهنا 44 بتقدر تتفاداه، بس الآلي بيرجع يطاردهم تاني، والرجالة بيضربوا عليه نار بأي سلاح يلاقوه، بس مفيش فايدة، و109 بيخسر دراعه في المعركة دي. والآلي بيضرب ليزر تاني، و44 بتحاول تتفاداه بكل قوتها، بس الدبابة بتفقد نص دروعها. وفجأة 7 بيتزحلق لبره، و81 بيمسك حبل النقالة عشان يخليه قريب، لكن ضربة تانية من الآلي بتخليه يفقد توازنه، وبنشوف 7 بيقع على الطريق. وهنا 81 بيضرب نار على الجبل عشان يعمل انهيار صخري يدفن الآلي تحته، وفي اللحظة دي الدبابة بتنفجر. وبنشوف كابوس تاني ل81 وهو شايف أخوه على الأرض وبيسمعه بيقول له ما تستسلمش، ولما 81 بيفوق وبيدور حواليه بيكتشف إن الكل اتحرق ومات وإنه الناجي الوحيد. وبعد ما بيلمح شرار بين الصخور بيجري يشيلها عشان يدور على الآلي، بس ما بيلاقيش غير دراعه، ولما بيلف بيشوف باقي جسم الآلي بيبعت إشارة للفضاء. وبعدها 81 بيجري على الطريق وبيلاقي 7 لسه عايش على النقالة، وفجأة الآلي بيضرب الدبابة وبيقرب منها، ف81 بيهرب وهو ساحب 7. والساعات طويلة بنشوف 81 بيسحب النقالة ورافض تماما يسيب زميله، وبيمشي تحت مطر شديد وبيغرس في الطين والحبل بيتقطع منه، وبيتزحلق كذا مرة لحد ما ساعة إيده بتصفر، وده معناه إن ال24 ساعة بتوع المهمة خلصوا. وفي اللحظة دي 7 بيفوق وبيقول ل81 إنه كان مع أخوه في نفس الفريق، وإن أخوه ما كانش بيبطل كلام عن حلمه إنه يبقى من قوات الصعق. و7 بيأكد ل81 إنه ما فشلش لأنه عمره ما استسلم. وهنا بيقطع كلامهم ضوء مسح الآلي، و81 بيلمح دخان طالع من الآلي معناه إنه بيهوي المواتير، وبيلمح المحجر الخاص جنبه فبتجيله فكرة. وبعد ما بيخبي 7 بنشوف 81 بيجري على المحجر وبيلاقي ديناميت ومسدس إشارة وريموت بيشغل سير الحجارة، والآلي بيدخل الغابة وبيكون قرب جدا من 7، لكن 81 بيضرب مسدس الإشارة، فبنشوف الآلي بيلف ويروح ناحية المحجر، وأول ما الآلي بيوصل المحجر الديناميت بينفجر وبيخليه يقع على الأرض. وهنا بيظهر 81 راكب بولدوزر وبيزق الآلي يزنقه في الحيطة، ولما الآلي بيحاول يقاوم 81 بيشغل سير الحجارة فبتبدأ الصخور تقع فوق الآلي، والآلي بيشغل المحركات النفاثة بتاعته وبيزق البولدوزر لورا وبيجهز سلاح الليزر، لكن 81 بيدوس بنزين بأقصى سرعة وبيزنقه في الحيطة تاني. ومع إن البولدوزر بيبدأ يعطل، بس المرة دي بيقدر يثبت الآلي لحد ما الصخور بتسد فتحات التهوية بتاعته، فبيبدأ يسخن جدا من جوه. وكمحاولة يائسة أخيرة الآلي بيضرب برج بيقع فوق البولدوزر، بس 81 بينط منه في آخر ثانية، وبسبب السخونة الشديدة الآلي بينفجر وبيعمل سلسلة انفجارات
غلط بسبب الديناميت المتخبي، والآلي بينهار وبيطفي تماما، بس الدرج بتاعه بيتفتح بالصدفة وبيقع منه متفجرات، و81 بيجري بأقصى سرعته وبيهرب من المحجر قبل ما النار توصل للمتفجرات وتعمل انفجار أضخم. وتاني يوم الصبح بنشوف 81 شايل 7 على كتفه ووصل للقاعدة اللي بقت عبارة عن دمار وجثث في كل حتة، وبنلمح طيارات هليكوبتر بتنزل قطعة من الآليين الفضائيين. وبعد ما الدكاترة بياخدوا 7 بيظهر شيريدان وبيقول ل81 إنهم يدوب سيطروا على القاعدة وخسروا نص الكتيبة، وبنعرف إن الآليين كانوا في كل حتة وإن البشر قدروا يصدوا الموجة الأولى بس، لكنهم بيستعدوا دلوقتي لغزو عالمي. وفي الأخبار بنشوف فيديوهات من كل العالم لأجزاء الكويكب وهي بتنزل في دول مختلفة وبيخرج منها الآليين، وبنسمع إن السياسيين بيتجمعوا عشان يحطوا خطة وإن كل القوات المتحالفة بتتحد مع بعض. وهنا 81 بيقول لشيريدان على نقطة ضعف الآلي وهي فتحات التهوية، وبنشوف المعلومات دي بتتبعت لكل دول العالم فورا، وشيريدان بيقول له إن المعلومة دي هتنقذ أرواح كتير وبيرحب بيه رسميا في قوات الصاعقة. وبعدها بنشوف 81 بيدي خطبة حماسية لفريق الصاعقة قبل ما يركبوا الهليكوبتر ويروحوا يحاربوا، ولما بينام بنشوفه بيحلم بأخوه وهم بيضحكوا سوا بدل الكوابيس المعتادة.